بايديه واسنانه. يا عم سعد هتخسر جمهورك. وفيلم الدشاش ده كان الشعرة اللي بين سعود وولاد سعد من جديد يا اما للابد، ومش هنسمع محمد سعد تاني، ولا حد هيفكر يخش ليه فيلم ولا يتفرج على مسلسل. وعايز اقول لك ان الفيلم ده اتصرف عليه فشخ، والضغط فيه كان فشخ فشخ فخش للفريق كله، من اولهم ابطال الفيلم لفريق الاخراج، فريق المونتاج، فريق الدعاية والاعلان. فالفيلم خد حقه كامل مكمل، وفعلا الفريق كله وابطال الفيلم كلهم بيكملوا بعض، حرفيا كلهم بيكملوا بعض. وسبحان الله الفيلم ده عمل ضجة ملهاش وصف. الفيلم لحد ما انا بكلمك دلوقتي مدخل 45 مليون جنيه، وفي الارقام عمالة بتزيد، واكتر من 6000 تيكت متباع، تذاكر متباعة للناس. اهلا بيكي في عالم دشاش. والف مليون مبروك للدشاش. بس المنافسة لسه ما خلصتش، وانت يا دشاش دخلت جحر العقارب، فخلي بالك بقى. مع جامايكا.